ملايير سيد عزيز أخنوش تزداد كل يوم ولا تنقص، تزداد كل يوم، كل ساعة وكل دقيقة. اللهم لا حسد. مجلة فوربس الأمريكية نشرت أخيرا تصنيفها المليارديرات العالم، وأخبرتنا أن ثروة ولد حماد الحاج وصلت إلى مليار و600 مليون دولار، وأن رصيده البنكي والمالي والعقاري زاد ب 100 مليون دولار في سنة واحدة فقط. أي أنه بعملية حسابية، إذا جبتي الكالكولاتريس وحسبتي أن رئيس الحكومة رغم مشاغله السياسية والحزبية والتنظيمية والسياسية، مشاغله بأحوالنا وحكومتنا وبرلماننا وفقرنا وبطالتنا وتضخمنا ومشاكلنا، وجد سيد عزيز أخنوش الوقت والتركيز والذكاء ليزيد ثروته ب100 مليار سنتيم. أي أن ثروة سي عزيز المغرب تزيد كل يوم 250 مليون سنتيم. في هذا اليوم السبت اللي انا تنسجل هذا البرنامج مني فقط حتى غادي نعس غيكون عزيز أخنوش ربح 250 مليون سنتيم، وتزيد كل ساعه اكثر من 10 الملايين سنتيم. يعني في هذا ملي غتكمل هذا البرنامج بالمشاهده غيكون عزيز ربح 10 المليون في اقل من ساعه، وتزيد كل دقيقه حوالي 1800 درهم. اي ايها المشاهد الكريم، عندما تنتهي من هذا البرنامج إذا نهيته إلى آخر جملة أقولها سيكون قد دخل إلى جيب عزيز أخنوش أكثر من 10 ملايين سنتيم، وأنا لا أعترض على ذلك ولا أحسده ولا حتى أغار منه. أنا واحد من الذين يعتبرون أن المشكل في المغرب هو مشكل الفقر وليس مشكل الغنى، لكن بقى كيفاش وصلنا للغنى. لا أريد أن أذكركم أنه في السنوات السابقة ربح أكثر من هذا الرقم، خصوصا في سنوات كورونا. وأنا بمعرفتي ومراقبتي لأخنوش كصحفي ولأعماله وأسلوب إدارته وطريقة فهمه للبزنس، يمكن أن أجزم أمامكم أن السيد أخنوش يربح أكثر من هذا، وبأن المجلة النيويوركية تقيس فقط حجم الثروة التي تظهر، وحجم الثروات لا يظهر في المغرب كله بجميع أجزائه. لا تحسب هذه المجلة إلا ما هو ظاهر، ولا تحسب ما هو خفي، وما خفي قد يكون أعظم، الله أعلم. من يحكم إذن المال والسياسة في عرف عزيز أخنوش وسيرته الذاتية؟ لماذا نضع العدسة ونحط لالوب؟ علاش حاطين لالوب على تطور ثروة عزيز أخنوش؟ علاش من دون باقي المليارديرات في المغرب والخارج؟ أولا ببساطة لأنه رئيس حكومتنا، وفي العالم كله رؤساء الحكومات والوزراء توضع ثرواتهم، مداخلهم، أعمالهم، حياتهم تحت المجهر. إنه رئيس حكومتنا، ولأنه ثاني أغنى رجل في المغرب، وثالثا لأنه في قلب جدل لا ينتهي حول خلطه بين التجارة والسياسة وبين البزنس والقرار، ورابعا لأنه متهم بقرار رسمي صادر عن مجلس دستوري هو مجلس المنافسة، الذي قال عن جوهرة ممتلكات أخنوش، وأقصد بذلك إفريقيا غاز، أنها تخرق قانون المنافسة وتتلاعب مع الشركات الأخرى بهوامش الربح، وتبقي هذه الهوامش مرتفعة، وحتى عندما ينزل سعر المحروقات في السوق الدولي هذه الشركات لا تنزل بالأثمان عند محطات الوقود. مجلس المنافسة غرم 9 شركات في مقدمتها شركات رئيس الحكومة بقيمة مليار و800 مليون درهم، وكانت الغرامة قبل هذا أكبر 9 مرات، كانت حوالي 9 مليار درهم. لكن هذا كان في عهد القراوي الرئيس السابق لمجلس المنافسة، الذي دفع رأسه ثمنا لوقوفه أمام أفواه الحيتان الكبيرة في قطاع المحروقات. إذن نحن نهتم بثروة رئيس حكومتنا لأنه في قلب جدل وموضوع حكم لمجلس المنافسة وتغريم، وأمام كذلك فضائح لا تنتهي تفجر في البرلمان قبل أن تتفجر في الصحافة حول تضارب المصالح. وطبعا هناك صفقات أخرى مثل تزويد لاران بالوقود أيام كان وزير الفلاحة هو عزيز أخنوش ورئيس شركة، ولما انتقد بنهيمة أسعار شركة إفريقيا اللي عندها احتكار تمويل الوقود لطائرات لاران بات بنهيمة ولم يصبح.